ده ريلمي سي 55 وده شاومي ريدمي نوت 12. الموبايلين دول عاملين قلق في الفئة المتوسطة. ليه؟ لانهم بيقدموا قيمة مقابل سعر بقدر الامكان. في فيديو النهاردة بقى هجيب لك من الاخر وهقول لك ايه الموبايل المناسب ليك من خلال المقارنة ما بينهم، من حيث كل حاجة زي التصميم والشاشة والاداء والكاميرا والبطارية، وكمان ايه اللي يستحق انك تشتريه. كل ده هنشوفه مع بعض النهاردة. يلا بينا نبدأ الفيديو. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد مع مقارنة جديدة. قبل ما نبدأ المقارنة، روابط المراجعة الكاملة لكل موبايل منهم موجودة في الوصف. اول حاجة بنبتدي بيها كالعادة هي التصميم، بس قبل اي شيء وبما ان دي مقارنة احب اقول لك ان التصميم مسألة ذوقية بترجع لك انت في النهاية، بس انا برضو هقول لك وجهة نظري وبعض التعليقات على التصميم. تصميم الموبايلين جميل وشيك في الفئة بتاعتهم، وفي اوجه تشابه بينهم في التصميم، زي المستطيل الخاص بالكاميرات المنفصل عن الظهر، لكن هتلاقي في ريلمي سي 55 كاميرتين بس، على عكس شاومي ريدمي نوت 12 بيجي مع 3 كاميرات. لكن من بعيد تحس ان هما الاتنين قريبين جدا من بعض عشان شكل الكاميرات الدائرية الكبيرة اللي تحت بعضها. كمان هما الاتنين شبه بعض في الخامات لانها بتيجي بلاستيك بالكامل، واللي يخليك تحس ان الموبايلين دول شبه بعض اكتر واكتر الاطار بتاع الموبايل اللي بيجي مسطح، اطار فلات ما فيهوش اي انحناءات. في الاطار من اليمين هتلاقي زراير التحكم في الصوت، تحتهم زرار الباور اللي مدمج فيه البصمة الخاصة بالموبايلين، واللي بالمناسبة بتشتغل بكفاءة في الاتنين. الموبايلين بيدعموا منفذ 3.5 ملم عشان سماعة الهاند فري، بس في الريدمي نوت 12 هتلاقيه موجود في الاطار من الاعلى، اما في ريلمي سي 55 هتلاقيه موجود في الاطار من تحت عشان تلاقي جنبه المايك ومنفذ التايب سي والسماعات الخارجية. اما هتلاقي في ريدمي نوت 12 المايك الثاني، وتحت هتلاقي المايك الخارجي الاول ومنفذ التايب سي وجنبهم السماعة الخارجية. وطبعا في الاطار من الشمال هتلاقي منفذ الشريحة اللي بيدعم تركيب شريحتين اتصال وميموري خارجي بمنفذ منفصل. ولو ركزنا في نوت 12 هنلاقي موجود مايك تاني خاص بالعزل، على عكس ريلمي سي 55 اللي بيجي بمايك واحد فقط. في النهاية الخامات واحدة والتصميمين قريبين جدا من بعض، لذلك موضوع التصميم زي ما قلنا في البداية بيرجع للذوق الشخصي. اكتب لي في التعليقات ايه رأيك في الموبايلين، وايه الموبايل اللي انت شايف تصميمه احسن من التاني. ننتقل بقى للنقطة التانية وهي الشاشة. الشاشتين يعتبر مفيش منهم اي مقارنة، لان ريدمي نوت 12 بيتفوق بمراحل عن ريلمي سي 55. ريدمي نوت 12 بيجي بشاشة سوبر اموليد، وريلمي سي 55 بيجي بشاشة اي بي اس ال سي دي بدقة فول اتش دي بلس. كمان للاسف ريلمي سي 55 بيجي بتردد شاشة 90 هرتز، مقابل ريدمي نوت 12 اللي بيجي بتردد 120 هرتز. السطوع في ريدمي نوت 12 اعلى طبعا، بيوصل ل 750 نتس، على عكس السطوع الاقل في ريلمي سي 55 اللي بيوصل لحد 500 بس. الشاشتين مقاسهم واحد تقريبا، ولكن شاشة ريلمي سي 55 أكبر شوية بمقاس 6.7 إنش مقابل 6.67 إنش موجودة في ريدمي نوت 12. طبعا مش محتاج أقول لك إن الشاشة السوبر أموليد أحسن من الشاشة الأي بي إس العادية، وده طبعا بيفرق في الألوان وكمان في الدقة وفي تجربة مشاهدة الفيديوهات وفي الألعاب وفي كل حاجة. بس ريلمي بتحاول تغطي على الموضوع ده إن الشاشة بتاعتها مش أموليد، بخاصية جديدة اسمها الميني كابسول اللي بتيجي في الشاشة وبتقلد فيها الآيفون 14 في خاصية الدايناميك ايلاند، اللي من خلالها الكاميرا الاماميه بتتفاعل مع الاشعارات. ونتمنى من ريلمي ان هي تطوره قريب من خلال السوفت وير، لكن حاليا الموضوع ده مش فعال قوي لانه محدود. ولكن برضه هتلاقي ريدمي نوت 12 بيتفوق بميزه مثلا زي خاصيه الاولويز اون ديسبلاي. شاشه الريدمي نوت 12 بتيجي بحواف جانبيه تكاد تكون مش موجوده، على عكس اللي هتلاقيها واضحه شويه مع انها قليله برضه في موبايل ريلمي سي 55. كمان شكل الثقب بتاع الكاميرا الاماميه في موبايل ريلمي سي 55 بيجي اكبر من الثقب اللي موجود بموبايل ريدمي نوت 12. في ريلمي سي 55 الشاشه كويسه برضه، يعني هي مش شاشه اسوأ حاجه، ولكن مع مقارنتها بريدمي نوت 12 ما ينفعش ان احنا نقارنهم ببعض، لان ما ينفعش اقارن شاشه اي بي اس عاديه بشاشه سوبر اموليد. لذلك النقطه الثانيه بتاعت الشاشه محسومه 100% لشاومي ريدمي نوت 12. ومن هنا ننتقل للنقطه الثالثه وهي الاداء. زي ما قلنا ان الشاشه افضل في موبايل ريدمي نوت 12، اقول لك هنا ان الاداء هيبقى افضل في ريلمي سي 55 لانه بيجي مع معالج من ميديا تك هيليو جي 88 مقابل معالج كوالكوم سناب دراجون 685 في ريدمي نوت 12. طبعا المعالج اللي موجود في الريدمي نوت 12 معالج اقتصادي باداء معقول، وطبعا يعني ممكن ده عيب في الموبايل لانه بيخلي الموبايل على الرغم من انه 120 هرتز الا انك مش هتحس قوي بالشاشه دي ولا هتلاقي السلاسه منها لان في فريمات هتقع منك. عشان كده هتلاقي ريلمي سي 55 بيتفوق بالمعالج اللي موجود فيه، اللي هيقدم لك اداء جيد جدا ما فيهوش اي مشاكل وهيديك المطلوب منه من غير ما يأثر معاك. كمان الاداء متوازن مع ال 90 هرتز، يعني هتاخد اداء سلس والدنيا تمام. المعالج ده اللي في ريلمي سي 55 شغال بتكنولوجيا ال 12 نانومتر، اي نعم بيسخن شويه وبيديك استهلاك عالي شويه للبطاريه لكنه ممتاز في الاداء. فلو يهمك الاداء في الموبايل اهم حاجه يبقى من غير تفكير ريلمي سي 55. اما لو يهمك الشاشه الافضل بالدقه الاحسن يبقى
يبقى ريدمي نوت 12. طبعا لو عايز تعرف تجربه مفصله عن الشاشه وعن الاداء زي ما قلت لك هتلاقي الفيديوهات الخاصه بكل موبايل موجوده في الروابط في الوصف. قبل ما ننتقل للنقطه الرابعه وهي الكاميرات، نتكلم عن عوامل الامان والاضافات اللي موجوده في الموبايلين. الموبايلين بيجوا باندرويد 13 مع احدث واجهه لكل واحد منهم. الريلمي سي 55 بيجي مع واجهه ريلمي يو اي 4، والريدمي نوت 12 بيجي مع واجهه مي يو اي 14. الصوت في الموبايلين للاسف بيجوا احادي مش ستيريو، ولكن في ريلمي سي 55 في ميزه اسمها الالترا فوليوم اللي تقدر من خلالها تزود الصوت للضعف، بس ما انصحكش انك تستخدمها لان الصوت ما بيبقاش احسن حاجه. الموبايلين مش بيدعموا خاصيه الان اف سي، مع العلم ان في نسخه من ريلمي سي 55 بتنزل بالخاصيه دي بس يبقى مكتوب على العلبه من بره. الاثنين بيدعموا مستشعر حقيقي للتقارب ومستشعر الجيروسكوب. كمان ضيف على كده ريدمي نوت 12 بيجي مستشعر الاي ار بلاستر اللي بيخليك تستخدم الموبايل كريموت كنترول للتحكم في الاجهزه الكهربائيه. الشبكات في الموبايلين مقبوله، ولكن الشبكه في ريلمي سي 55 بتتفوق عن ريدمي نوت 12. وبكده زي ما حسمنا نقطه الشاشه لموبايل ريدمي نوت 12 بنحسم نقطه الاداء لريلمي سي 55. ومن هنا ننتقل للنقطه الرابعه وهي الكاميرات. لاول نظره كده هتقول ان الريدمي نوت 12 في الكاميرات احسن، لان ببساطه بيجي بكاميرا ثلاثيه على عكس الريلمي سي 55 اللي بيجي بكاميرا ثنائيه. ولكن اقول لك لا، ما تستعجلش، الموضوع هنا مختلف. وقبل ما ندخل في الموضوع هنتكلم عن ارقام الكاميرات. ريلمي سي 55 بيجي بكاميرا خلفيه ثنائيه، الاولى الرئيسيه 64 ميجا بفتحه عدسه اف 1.8، اما الثانيه بتيجي 2 ميجا مخصصه للعزل مع كاميرا سيلفي اماميه بدقه 8 ميجا بكسل. في المقابل ريدمي نوت 12 بيجي بكاميرا خلفيه ثلاثيه، الاولى الرئيسيه 50 ميجا بفتحه عدسه اف 1.8، والثانيه 8 ميجا بفتحه عدسه اف 2.2 ودي للتصوير الواسع، والثالثه بتيجي بدقه 2 ميجا لتصوير الماكرو، والكاميرا الاماميه للسيلفي 13 ميجا بفتحه عدسه اف 2.5. هنا التفوق في الكاميرا الرئيسيه رايح للريلمي سي 55 لانها بتيجي 64 مقابل 50 ميجا في الريدمي نوت 12. وطبعا الكاميرات الثانيه بتبقى مساعده، هو بس اللي يميز كاميرا الريدمي نوت 12 ان هي فيها كاميرا التصوير الواسع، لكن كجوده تصوير الموضوع هنا مختلف. ريلمي سي 55 كاميرته مميزه وبتنافس موبايلات كتير، ومنها ريدمي نوت 12 اللي بتتفوق عليه بالفعل ولو بتفوق بسيط، لان ريلمي سي 55 بيقدم صور كويسه ومع استخدام خاصيه الكروما بوست اللي بتعالج الصور زي ما قلت لك قبل كده في فيديو المراجعه لو انت شفته، بتعالجها بشكل ممتاز عشان تكون مناسبه للرفع على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مباشر وبجوده عاليه. من الناحيه الثانيه برضو شاومي حسنت من اداء الكاميرات بتاعتها عن الجيل السابق، ومع ان الارقام ما اتغيرتش عن السابق كتير الا ان شاومي بتقدم معالجه مقبوله جدا في الفئه دي، وبتقدم كمان اداء افضل. الموبايلين بيدعموا تصوير فيديوهات بدقه 1080 مع 30 اطار في الثانيه، وريلمي سي 55 بيوصل معاك لحد 60 اطار في الثانيه. للاسف ريلمي سي 55 ما فيهوش مثبت في تصوير الفيديوهات على عكس ريلمي نوت 12 اللي بيجي بمثبت الكتروني واداؤه جيد في الاستخدام، ودي ميزه تروح لريدمي نوت 12. كمان للاسف ريلمي سي 55 ما بيجيش فيه ميكروفون تاني خاص بالعزل على عكس برضو الريدمي نوت 12 اللي بيجي بميكروفون خاص بالعزل، ودي برضو ميزه تانيه الريدمي نوت 12 في الكاميرات. فلو هنتكلم عن دقه الكاميرا وجوده الصور هقول لك على طول ريلمي سي 55 الصور بتاعته احسن شويه، وطبعا ما تنساش ان التصوير في الفئه دي بالذات بيحتاج اضاءه عاليه، لان الموبايلين في الاضاءه الضعيفه مش هيبقوا احسن حاجه وهيبقى تصويرهم مجرد كاميرا عاديه. الكاميرا الاماميه في الموبايلين ادائهم متواضع جدا لحد كبير، طبعا هم مش اسوأ حاجه لكنهم متواضعين والاثنين مش بيعجبونا في الفئه دي، لذلك هنقول ان الاثنين متعادلين في حته الكاميرا الاماميه. ننتقل بقى للنقطه الخامسه وهي البطاريه والشحن. الموبايلين بيجوا ببطاريه 5000 ملي امبير، الاثنين بيشتغلوا معاك اليوم كامل بدون اي مشاكل، لكن معياريه 6 نانومتر دي بتوفر استهلاك البطاريه بقدر الامكان وكمان ما تخليش الموبايل يسخن، على عكس ريلمي سي 55 اللي بيجي بتكنولوجيا 12 نانومتر وده بيستهلك البطاريه بشكل كبير شويه. ولكن خلي بالك من النقطه دي ان الاثنين في الاخر بطاريتهم بتقعد معاك اليوم كامل. ضيف على كده انك هتلاقي معاك في علبه الموبايلين شاحن بقدره 33 واط وده بيشحن لك الموبايل بالكامل في ساعه تقريبا او اكتر شويه. اخر حاجه معانا في المقارنه هي سعر الموبايلين سعرهم متقارب جدا، وده اللي شجعنا ان احنا نعمل مقارنه ما بينهم. ريلمي سي 55 بيجي بسعر 7300 جنيه مصري او 7400 جنيه مصري، وطبعا ده للنسخه الواحده اللي هي 256 جيجا مع 8 جيجا رام. اما ريدمي نوت 12 بيجي بثلاث نسخ، الاولى 128 مع 4 رام بتيجي بسعر 6300 جنيه، والثانيه 128 مع 6 رام 7000 جنيه، والثالثه 128 مع 8 رام بسعر 7500 جنيه مصري. وطبعا في الاثنين تقدر تركب ميموري خارجي. نيجي بقى للخلاصه ونشوف كل موبايل بيتميز عن التاني بايه. في الاخر انت واحد بتدور على انك تشتري موبايل من الاثنين، في ناس بتبقى عايزه الموبايل عشان الاداء والكاميرا، يعني في الحاله دي هاخد موبايل ريلمي سي 55، لكن في ناس ما بيفرقش معاها الاداء وعايزه موبايل متوازن معاها في اليوم عادي استخدام متوسط بس بتدور على شاشه كويس، يبقى في الحاله دي اقول لك ريدمي نوت 12
بكل جدارة. دي تقريبا كل حاجة عن فيديو مقارنة النهاردة. لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك، وكمان اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد ان شاء الله. وشكرا على المشاهدة، شكرا ل 37,000 مشترك. مع السلامة.